عليكم خوتي، معكم عرفة في فيديو جديد اليوم ان شاء الله، في معلومه جديده ان شاء الله. يعني المعلومه ديال اليوم اخوتي على الحمام النفاخ. يعني بزاف الناس ما كيعرفوش هادشي اللي كيعدلوا الحمام النفاخ اللي غنقول لكم دابا. يعني بزاف من الناس يعني كيقولوا ان الحمام النفاخ يعني ماشي بالضروري يكون في كرياج ويكون مطلق مع الحمام، ولكن هذه فكره غلطه اخوتي. يعني مادام الحمام كتطلقوه في الكرياج او كتطلقوه في الارض كياكل مع الحمام في الارض، راه كيهز امراض اخوتي وكيمرض الحمام دغيا، عكس الحمامه اللي كتكون في الكرياج وعطيها الماكله ديالها الماء ديالها وكتكون محميه من جميع الامراض اخوتي. وحتى لا عادها مرض كتكون يعني عارف مشكل معين او اي حاجه ماشي بحال كتكون طلقه مع الحمام. يعني المعلومه اللي بغيت ننصحكم بها واللي تعملوا بها اخوتي هي ان الحمام النفاخ دائما عزلوه على الحمام وخليه في الكرياج بوحديتو وشد عليه، وملي تبغي يعني تفرج فيه يعني يعني تطلقو. يعني مثلا لو بغيتي تفرج في الحمامه يعني واخا تلقى هيدا بوحديتها هيدا، اما بتخليها تاكل من الارض او لا شي حاجه، راه الصراحه الحمام بحال هيدا اللي كتطلقوا يعني في الارض وكياكلوا مع الحمام، راه كيوزوا امراض من الارض وبزاف البكتيريات اللي كيهزوا. عندك الحمام النفاخ اخوتي كما كتعرفوا دغيا كيهز مرض وكيمرض اخوتي. المهم يعني كان هذه هي المعلومه اللي بغيت ننصحكم بها، ونتمنى من جميع المربين يعني يعملوا بها، خصوصا الناس اللي كتربي الحمام الزينه وبالضبط الكارتيتان. يعني راه كيهز المرض دغيا، وتحاولوا يعني تجنبوا هاد الطريقه هذه اللي كيعملها بزاف الناس اللي بزاف الاسئله جاتني على هذا الشيء هذا. واش نخلي الذكر الحمام النفاخ ياكل مع الحمام، واش نخلي الذكر الحمام النفاخ مطلوق في السجنه، وبزاف د الحاجات. واش نخلي الذكر الحمام النفاخ يطير مع الحمام، اللي بزاف الاسئله كيطرحوا على هذا الشيء هذا. يعني النصيحه اللي انصحكم بها يعني تخليو الذكر يعني في السجنه، يعني عنده الانثى ديالو حتى هي تفرقه في السجنه بوحديتها، وملي تبغي يعني تفرغ منهم او تزوجهم كتضربهم في السجنه بجوج بيهم وتعمل لهم الطاجين يعني في بلاصه ديال السجنه ديالهم. والناس اللي كتربي كارتيتان يحاولوا تكون عندهم بلاصه ديال كارتيتان، تكون كرياج اللي فيه يكون كبير ما يكونش ضيق اخوتي، بحيث كارتيتان خصو يكون عنده اتساع باش كيقدر يتحرك ويدور ويرفرف بالجناح ديالو بالبوشون ديالو. يعني خصو تكون عنده واحد المساحه اللي تقدر يعني يلقى فيها الراحه ديالو. المهم يعني اخوتي هذه هي معلومه اللي كنت بغيت نقول لكم وتحاولوا تعملوا بها اخوتي. وكما كنقول لكم لا عجبكم هاد المعلومات اللي كنعطيكم اخوتي وهاد الفيديوهات اللي قصارين رجعت كنعملهم، يعني تبارطاجيو معنا هاد الفيديو هذا وتخليو لنا شي كومونتير في حق هاد الفيديو هذا. ولا عجبكم معلومه يعني خليو لنا كومونتير وقولوا لي راه باللي المعلومه وصلت. وشكرا الناس اللي كدعمنا وكتقولنا كمل. صراحه يعني كنشكركم بزاف اخوتي. المهم اخوتي ما تنساوش كما كنقول لكم يعني الناس اللي جديده في القناه تضغط على ديك البوطونه الحمراء وتفعل الجرس باش يوصل للجديد. واللي كيعجبوه الفيديو هذا راه يبقاش يعمل لايك، واللي ما كيعجبوش يعمل ديسلايك. وبيس اخوتي، تهلاونا في راسكم فيديو اللي ما يجي مع معلومه جديده ان شاء الله. شكرا، بيس عليكم اخوتي.